السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حلاوة العاش المصري ويا جماله، والحاجة أم أحمد منورانا أمي ربنا يخليها لينا. شفت بردك دقة المعلم بألف بردك خميسة عسل، هي اللي معلمانا. كنا بنخبز أنا وأمي وأختي أم مازم، والحمد لله إحنا التلاتة واستطرنا. أنا كده وقت العجنت بتوعنا قليلين كده وقت. أول حاجة نزلت بيها بمعلقة سكر على معلقتين ملح على بكوة خميرة، وان الخميره الفوريه ديت على طول بتفور، ونقلبهم كله من مواد الجافه على بعضهم. وبعد كده ننزل بميه سخنه بالراحه كده، عشان كل دقيقه ودقيقه التانية تختلف على التانية. نخلي نشبع الدقيق واحده بواحده. يعوز نحط بيجي القوام زي ما انتم شايفينه كده اهوت، زي العسل كريمي. ننزل بمعلقة زيت، ونلم بيها نلم بيها العجين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلوا على رسول الله. دينا الشهدنا عليه، قلنا شهدنا لا اله الا الله، شهدنا محمد رسول الله. ربنا يزيد ويبارك، وربنا ان شاء الله زادهم وبارك، والحمد لله. وادينا هنغطيهم وهنسيبهم كده لما يختمروا، ونصلي بينا على النبي. دينا بنتفل المجارس او بنجرس المجارس، عشان نجرسها بنحط نخاله في المجارس زي ما انتم شايفين. وهي كده ديكم زي ما انتم شايفين اختمرت. حاطين في الميه السخنه ديت شويه زيت عليها، ونسقطهم كده في الزيت ونطلعهم زي ما انتم شايفين كده. ونملكها كده، ونروح نحطهم في المجرس على وشه. ديكم زي ما انتم شايفين. اللهم صل على النبي. ده طالع مستوي كده وجميل. يعني عاش فلاحي كده وجميل. عاش المصري الفلاحي، حاجة نظيفة كده في البيت، والله أحسن من 100 برة. قال لك اللي بيته من غير دقيق حلو يضيق. لا والله إن شاء الله ربنا يوسعها علينا وعليكم وعلى الجميع. ودينا بنقطع كده اهوت وبنملك، يعني بنخلي وشه يكون فيه زيت. اديكم ديت فيها زيت. قلت بدل ما افضل اسقط كده في الطبق، قلت لا هبل ايديها زيت واحطه كده على الايد التانية النظيفة. اقطع باليمين واحطه على الشمال كده اهوت. اديكم زي ما انتم شايفين بعد ما اختمر ابتدينا كده نخبز ونصلي بينا على النبي كده اهوت يا جماعة. اللهم صل عليه افضل الصلاة والسلام. ونسمي بسم الله ونروح. كنا محميين الفرن من الاول. ده اتحرق مني معلش. ودوت ادينا اللهم صل على كامل النور بنرمي. والفرن دي كبيره بتاعتهم، فبتشيل كذا واحد. اللهم صل على سيدنا محمد. وادينا بنرح الرغيف زي ما انتم شايفين. اللهم صل على كامل النور. دوا بياخد نار عاليه من فوق ويتوطى من تحت، اللي هو العاش المصري. هو كده عامل زي البتاو، بياخد نار عاليه. وادينا بنريح ادينا مع بعضينا بالراحه علشان تاخدوا بالكم منه زي ما انتم شايفين. وهنقلب على المطرح التاني عشان يرشق واللهم صل على كامل النور. يبقى واسع كده وخفيف وجميل ان شاء الله. ما تنسليش في اللايك والاشتراك للقناه حبايبنا. هنا الفلاحه والاصل والصعيدي والجمال هنا، مش في اي حته تاني. البلدي يقال مع دعاء. اديكم زي ما انتم شايفين الجمال والحلاوه، حاجه زي العسل والله. والله جميل. يعني الواحد حتى لو عنده كيلو 2 اعمل ايه يا اختي، ما تسكتيش. والله احسن من 10. طب اديكم زي ما انتم شايفين زي العسل والله العظيم. تاني يعني طالع بيقول انا فطيرة اتكى النتشه دينا والله العظيم. كان العيال وهم قاعدين فرحانين بيه يحبوا ياكلوا نتش ليه، اللي هو طعمه بيبقى جميل. حاجة البيت جميلة. اديكم زي ما انتم شايفين ادينا بنريح واحد تاني قدامكم. وحاجة والله العظيم تاني قمة الجمال والحلاوة. الحاجة اللي في البيت دي جميلة. دي بريحه كده بالراحة جاي عشان تشوفوه، عشان اللي لسه بتتعلم تريح كده بالراحة، ما تلفش قوي على ايديها علشان ما يتنيش منها. بعملها كده بالراحة. اللهم صل على كامل النور. اديكم زي ما انتم شايفين بعد ما يترح ونروح ننتج كده. اديكم شايفين دوات زي العسل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بيقول ايانا طبق ملوخيه خضراء وطبق بسله وحاجه خضار كده، ويقول لك الف هنا وشفا. اديكم زي ما انتم شايفين والله الحاجه جميله تستاهل بقكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك للقناه. شايفين دي البركه دي بتاعتي انا كده. خلصت وجميل كده. هنبدا بحاجه الحاجه. اللهم صل على كامل النور. حاجه والله العظيم جميله وتفتح النفس. والواحد حتى لو يعمل شويه شويه على كده طازه يبقى زي العسل. دي حاجتي انا. بعد كده هنبدا كده بحاجه الحاجه. دي الحاجه بسم الله ما شاء الله عليها، ما نتحرمش من ايديها حاجتها. بص بردك المعلم بقى الكبير كبير. قال من حق الكبير يتدل عليها، والحاجه الله اكبر عليها يعني. الله اكبر عليها. انا مش عايزه احسدها. بص اللهم صل على النبي.
الرغيف بيتكلم على نفسه مع الحاجة يعني بتخليه بيترقص رقص كده. هو الرغيف اللهم صل على كامل النور. يا جمال الحاجة يا جمالها، الله أكبر عليك يمي، والله اللهم صل على كامل النور. وادينا أنا نطقته لها ديكم زي ما انتم شايفين، والله حاجة جميلة. اللهم صل على كامل النور، والله جميل جميل جميل. اختي بتتناول مننا وبتناولنا، وامي بتديني، يعني احنا ايه دوا بتعامل على اتنين مطرحتين، مطرح اتناول ومطرح اتقطع زي ما انتم شايفين. والله العظيم عسل اها. انا والحاجه ما نتحرمش منا يا رب، والله العظيم بردك احنا من بيتنا نعمل مش جاييه، لو تقطع الصوابع ما تطلع رغيفه زي رغيفه. لا هي بصراحه يعني حاجه جميله. اللهم صل على كامل النور. لايك واشتراك للقناة ما تنسونيش يا حبايبنا، ما تحرمش منكم. وشوفوا الجمال وشوفوا الصعيد والبلد يقال هنا مع دعاء. اللهم صل على النبي. الحاجة رميتها الله اكبر، اديكم زي ما انتم شايفين الشكل جميل ويفتح النفس ورهيب. والله العظيم فطير بيتكلم على نفسه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شوف الجمال وشوف الحلاوة وشوف الحاجة ماسكاه وفرحانة بيه كيف. بتقول لكم اتفضلوا معانا يتاكلوه في طبق ملوخية يا بسلة. اتفضلوا معانا لايك واشتراك للقناة ما تحرمش منكم. السلام عليكم ورحمة الله.